السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة أكل شهية مع أمل صيام. النهارده بإذن الله واستكمالا لسلسلة المنظفات اللي بدأناها مع بعض هنعمل كلوركس للألوان. يبقى احنا كده عملنا الصابون اللي هو القطع، عملنا الصابون السائل، بنعمل دلوقتي كلوركس للألوان، عملنا عجينة الملابس، عملنا الكرول الأبيض، عملنا الدوني، وهنعمل إن شاء الله مع بعض البرسيل الجيل انتظروه. وبإذن الله تكون كده السلسلة. لو محتاجين أي حاجة كمان عرفوني، ويلا بينا نشوف المكونات والمقادير اللي هنحتاجها النهارده. اول حاجه هنحتاجها نص كيلو من السلفونيك وده بيكون شكله، ربع كيلو من التكسابون، 25 جرام من التايلز وده بيكون باودر، و200 جرام من صودا القشور وده بيكون شكلها، و100 جرام من الاكسجين، و100 جرام من الخل المركز عشان نثبت الالوان. وريحه الكلوركس الالوان بقى انت اللي بتحدديها زي ما انت عايزه، حابه تعمليها ريحه فواكه، ريحه لافندر، الريحه اللي تحبيها. واللون برضو حسب الرغبه، انا جايبه لونين عشان اوريكم، اللون الازرق واللون الاحمر. ولو عايزين بقى نعمله ليه الكلوركس ده يكون للغسالات الاوتوماتيك، هنحتاج على الكميه دي 8 كيلو من الانتي فوم. اسمه ايه؟ انتي فوم، مضاد للرغوه، علشان يكون مناسب للغسالات الاوتوماتيك. طيب وايه كمان؟ وهنحتاج كمان معلقه مصدف، ده بنضيفها للكلوركس سواء للغسالات العاديه او الاوتوماتيك، علشان خاطر يديله لمعه ويبقى جميل. اول خطوه هعملها ان انا جبت وعاء بلاستيكي، وضروري استخدم حاجات بلاستيكيه ومعلقه خشب، ونزلت بلتر ميه سخنه وهنزل فيها بربع كيلو من التكسابون. ايه سبب ان انا نزلت المره دي بميه سخنه؟ عشان اسرع من عمليه ذوبان التكسابون. ده جبت، تجيبي وعاء بلاستيكي وسخنت لتر ميه سخنه، وبعدين نزلت بيه ربع كيلو من التكسابون وهقلب على قد ما اقدر كده في التكسابون. كده كده التكسابون ده انا مش هستخدمه على طول، انا هركنه ساعة ونص، وكل ربع ساعة هقلب فيه، مش هبدأ اشتغل فيه عمل الكلوركس الالوان الا لما احس ان التكسابون كله داب وما عادش فيه اي كتل. يبقى دي اول خطوه عملناها. انا عارفه ان المكونات كلها اسمائها صعبه، عشان كده هكتبها لكم في صندوق الوصف واول تعليق مثبت علشان تبقوا عارفين الاسماء. تاني خطوه عملتها، جبت برضو وعاء بلاستيكي ونزلت فيه بلتر من الميه العاديه من الحنفيه، ونزلت فيها ب 200 جرام من الصودا القشور، وهقلبها برضو واسيبها على جنب. يبقى انا دلوقتي عملت حاجتين، جبت وعاء بلاستيكي جردل صغير كده زي ما انتم شايفين، نزلت فيه بلتر ميه سخنه ودوبت فيه ربع كيلو من التكسابون وسبتها على جنب. وجبت وعاء بلاستيكي برضو او جردل صغير، بيبقى مكان الجبن او مكان الاستخدامات الحاجات اللي بنشتريها، لتر ميه من الحنفيه ونزلت فيها ب 200 جرام من الصودا القشور وقلبته وسبته على جنب. وجبت باستيلا كبيره ونزلت فيها ب 15 لتر من الميه، ودوبت الميه كده على الفاضي على الفاضي. وبعدين نزلت ب 25 جرام من التايلوز، والميه بتدور بتدور عشان ما يكلكعش معايا. البودره هتنزل على الميه اللي بتلف دي، هتدوب لوحدها مش هيكلكع، يبقى انا سهلت عمليه ذوبان التايلوز. الثلاث حاجات دول هسيبهم من ساعه ونص لساعتين، وكل ربع ساعه اقلب ايه؟ اقلب الصودا اللي دوبتها في الميه، اقلب التكسابون اللي دوبته في الميه السخنه، اقلب التايلوز اللي دوبته في 15 لتر من الميه. طيب احنا بنعمل كام لتر النهارده؟ احنا بنعمل 18 لتر من كلوركس الالوان، 15 لتر في البستله الكبيره دي، ولتر دوبت فيه الصودا، ولتر دوبت فيه التكسابون، يبقوا 17. واللتر اللي هو رقم 18 ده اللي هو الخامات، اللي هو السلفونيك بقى، الخل والاكسجين والتكسابون، ولو هتحطي بقى برضو انتيفوم، الحاجات دي كلها هتعمل معاكي 18 لتر في النهايه. طيب بعد الساعة ونص من ذوبان التايلوز وذوبان الحاجات دي، هنزل ب 100 جرام من الاكسجين واقلب كويس جدا، وبعدين استنى 10 دقايق، وبعدين ارجع انزل ب 100 جرام من الخل المركز. طيب الادوات دي والخامات دي بنجيبها منين؟ من عند بتوع المنظفات. انا بالنسبه لي انا من المنصوره، لو حد مش عارف يجيب الخامات دي منين يبعت لي وانا هقول لكم واوصف لكم العنوان بالتفصيل. بعد 10 دقايق من ذوبان الاكسجين نزلت ب 100 جرام من الخل المركز، وقلبته كويس جدا. طيب التكسبون بقى، بما ان هو اكتر حاجه بتاخد وقت على ما يدوب، فكل شويه كده خلي ايدك في انك تقلبيه، كل شويه كده قلبي في التكسبون. ضروري جدا جدا ان التكسبون يكون دايب كويس. بعد مرور 10 دقائق من ذوبان الاكسجين نزلنا ب 100 جرام من الخل، وبعد مرور 10 دقائق من حططان الخل كده وقلبناه واستنينا 10 دقائق، هنبدا ننزل بيه حاجه اسمها السلفونيك. انا عارفه ان الاسماء صعبه وزي ما اتفقنا، بس دي معروفه عند بتوع المنظفات. هنزل بنص كيلو من السلفونيك على ال 15 لتر اللي دوبت فيهم الاكسجين والخل. وضروري البس حاجه في ايدي، كيس او جلافز او اي حاجه عشان احمي ايدي من المواد دي كلها. ويفضل ان انا، وما ينفعش استخدم غير حاجات بلاستيكيه واقلب بحاجه بلاستيك او بخشب، ويفضل تكون خشب عريضه عشان تسهل عليا عمليه التقليب. وهقعد اقلب السلفونيك في الميه دي لمده ربع ساعه متواصله، هبطي خلي حد يكمل معاكي.
هيعمل معاكي رغاوه مفيش مشكله. وبعد ما ربع ساعه تحسي ان القوام بيتقل كده والدنيا بتبقى تمام، هبدا انزل بالصودا واحده واحده. طبعا انا عمري ما هاخد كميه الصودا دي كلها، انا هاخد كميه صغيره منها وبقلبها. وبعد كده بجيب بقى من دفتر البي اتش ده اللي احنا شفناه قبل كده مع بعض واحنا بنعمل الصابون السائل، باخد قطعه واشيل الرغاوه كده على جنب، وابدا اشوف لو اللون طالع لي احمر او برتقاني او من درجات البرتقاني، يبقى اعرف ان انا كده محتاجه اضيف شويه صغيرين كمان من الصودا، واقلب كويس قوي 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 الصودا دي الكميه الصغيره اللي انا نزلت بيها. وابدا اشوف تاني. طيب انا هفضل اشوف كده لحد امتى؟ لحد ما الاقي درجه معادله ان اللون اللي هيطلع لي من البي اتش يكون نفس الدرجه بتاعه الدرجه 5 في دفتر البي اتش. انا عشان عملت اللون وطلع اللون على برتقاني لسه محتاجين شويه من الصودا. نزلت بحاجه بسيطه جدا اهو، وقلبت واقلب اقلب اقلب اقلب، وضروري التقليب يكون في اتجاه واحد بس عشان انا بسرع وبقلب من يعني من المكان ده والمكان ده، فانتوا بتحسوا ان الاتجاهات بتختلف. لا، لازم يكون التقليب في اتجاه واحد. واهو دي بجرب بقى الورقه الصغيره كده من دفتر البي اتش في الكلوركس للالوان، هروح بقى طابقها كده جنب الدرجات اللي موجوده في دفتر البي اتش، هلاقي اهي نفس الدرجه اللي هي بتاعه الدرجه 5، يبقى دي درجه المعادله الصح لكلوركس الالوان. لكن بالنسبه للصابون السائل كانت ان لازم البي اتش تطلع نفس الدرجه بتاعه الدرجه 7، يبقى درجة معادلة الصابون السائل على 7، لكن كلوركس الألوان أفضل درجة ليه اللي هي ال5. خلاص تمام، وصلنا للمعادلة وعملنا كل حاجة، هنبدأ ننزل بالتكسبون اللي اطمنا ان هو داب كويس جدا، وهفضل اقلب اقلب اقلب، هيعمل معايا رجاوة مش مشكلة. كده كده الكمية دي كلها انا بسيبها يعني ليلة كاملة الرغاوي دي كلها بتنزل. بس دلوقتي بقى احنا الدور على ايه؟ بعد ما قلبنا التكسبون كويس قوي نزلنا بالريحه بتاعتنا. انا بالنسبه لي عملته قبل كده بريحه الفواكه وكان حلو جدا، وعملته بريحه اللافندر وعجبني جدا، فالريحه اللي تحبوها استخدموها. وبعدين هنبدا نشوف اللون. انا عشان انا عايزه اوريكم اللونين، المفترض ان انا كنت استخدم لون احمر ولون ازرق، بس ما كانش فيه متوفر لون احمر، فجبت اللون البرتقاني وقلت هتقله شويه بحيث ان انا اوريكم الدرجات لما بتختلف في كلوركس الالوان. وجهزت بقى نص كوبايه ميه ونزلت فيها باللون الازرق، ونص كوبايه ميه واللون الاحمر، ونبدا ننزل تدريجيا، وقسمت الكميه عشان اوريكم اللونين، وافضل اقلب اقلب. طبعا الرغاوه اللي على الوش دي بتحسسك ان اللون خفيف، لا انت بتقعدي تضيفي لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. طيب انا عايزه اعرف الكلوركس نفسه لونه ايه، مش لون الرغاوي دي. بتشيلي الرغاوي كده على جنب وتشوفي الميه اللي تحت دي لونها ايه، هي دي بتبقى درجه الكلوركس بتاعك. عشان كده الرغاوي بتديكي لون فاتح، لكن هو في الاصل بيكون اللون تحت بيكون اغمق. وبشطف العصايه الخشب بتاعتي علشان انا رايحه اللون تاني، وابدا انزل باللون الازرق تدريجيا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، واقلب اقلب لحد ما اوصل. حاسه اللون خفيف، تقلي اللون شويه. تمام، وببيت كده بقى خلاص. انا مش هعمل حاجه، انا هبيته ليله كامله، وارجع تاني يوم الصبح هلاقي الرغاوي كلها ما عادتش موجوده. شايفين؟ دلوقتي في كذا حاجه هنتكلم فيهم. اول حاجه ان لما تيجي تشوفوا القوام هتحسوه خفيف، عامل زي ما يكون ميه بلون. شايفين؟ ميه بلون. لا انا مش عايزه الكلوركس يكون ميه بلون كده. شايفين؟ ملوش اي قوام خالص، تحسوا ان هي ميه متلونه. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا هجيب معلقتين كبار كده من الملح بتاع الطعام عادي، الملح اللي بنستخدمه في الاكل عادي، هنزل بيهم معلقتين كبار من الملح، هنزل بيهم وادوبهم كويس جدا، واقلب اقلب 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 لحد ما احس ان الملح اللي انا حطيته داب، وساعتها اشوف القوام بتاعي مظبوط يعجبني ولا لا. لو القوام عجبني يبقى خلاص. طب لو القوام ما عجبنيش وحاسه انه لسه خفيف، انزل بمعلقه كبيره من الملح واقلب اقلب اقلب اقلب. وبعدين لما احس ان الملح اللي انا نزلته داب، اشوف القوام ظبط وبقى يعجبني خلاص. حاسه انه لسه خفيف، انزل بقى بمعلقه صغيره من الملح واقلب اقلب اقلب، وهكذا لحد ما اوصل للقوام اللي يعجبني. بس طبعا خلي بالكم ان كلوركس الالوان ما بيكونش قوامه تقيل قوي زي الصابون السائل. الصابون السائل بيكون قوامه تقيل، لكن كلوركس الالوان ما بيكونش قوامه تقيل. يبقى احنا بنضيف كميه الملح على حسب القوام اللي انا شايفاه انه يناسبني وعاجبني. اتفقنا؟ هي دي التكه اللي بيها بنظبط القوام بتاع سواء الصابون السائل او كلوركس الالوان. تكه جميله جدا، وبتوصلك الحاجه للقوام اللي انت عايزاه. شايفين؟ انا بالنسبه لي القوام بقى حلو جدا اهو، ولا منه سايب قوي عامل زي الميه بلون ولا اي حاجه. وبعدين هجيب بقى معلقه من المصدف، لان انا شايفه ان الكلوركس بتاعي حاسه ان لونه بهتان كده، مش بيلمع كده زي اللي انا بشتريه من بره. عشان كده بتجيبي حاجه اسمها مصدف، وتبداي تنزلي منه لو معلقه مثلا، وانزلي بكام نقطه هنا وكام نقطه هنا، او معلقه صغيره هنا ومعلقه صغيره هنا، او معلقه كبيره للكميه كلها لو انت هتعمليهم كلهم على بعض، وقلبي كويس جدا.
شايفين الدرجة مطفية ازاي؟ عارفين اول ما هقلب هتحسوا ان الكلوركس ده اهو بيلمع، دي اللمعة بقى اللي انا بتكلم عنها، بيلمع بالشكل ده. بعد ما اقلب المصدف كويس جدا في المرحله دي، لو عايزه اخلي كلوركس الالوان بتاعي يكون للغسالات الاوتوماتيك، بنزل ب 8 كيلو من الانتي فوم، اسمه كده مضاد للرغوه، اسمه انتي فوم، عشان امنع الرغوه، وابقى حولت كلوركس الالوان بتاعي من الغسالات العاديه والفوق اوتوماتيك للغسالات الاوتوماتيك. عملنا قد ايه؟ عملنا 18 لتر من كلوركس الالوان. كلفني قد ايه؟ كلفني 100 جنيه. عمل معايا، شوفي بقى انت لو بتشتريه بيبقى بقد ايه؟ لو الازازه الواحده بتبقى احنا عندنا ب 22 جنيه، وفيها لتر واحد، ولو سايب بيبقى حوالي ب 15 جنيه. فانت تخيلي انت ب 100 جنيه عملتي 18 لتر. طيب بنخزنه في ايه؟ لو انت عامله الكميه الكبيره دي هتحتاجي، وعاملاها في الصيف مثلا وعايزه تحافظي عليها من العفونه والكلام ده، هتحتاجي 50 جرام من الفورمالين كماده حافظه، تقلبيها على الكميه كلها عشان دي ماده حافظه يفضل بقى معاكي. طب وهنعبيه في ايه؟ تعبيه في بلاستيك غير شفاف. عشان كده هتلاحظوا لا الكلوركس الالوان ولا الكلور الابيض بنشتريه في ازايز شفافه ابدا، لازم البلاستيك يكون غير شفاف عشان نسبه القلويه ونحافظ عليه. بس كده احنا كده عملنا كلوركس للالوان، عملناه للغسالات الاوتوماتيك، وحافظنا عليه وحطينا له كمان الماده الحافظه اللي تحافظ لنا عليه. ودي كانت حلقتنا النهارده، بتمنى تكون عجبتكم، واقول لكم في رعايه الله، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.